ايه ايه يا عم عبد العزيز، مالك؟ قعدت تقول لي عصافير وشجر، انت كويس؟ قلقتني عليك. انت جاي عشان تطمن عليا لان اتجننت بس. اكيد. كنت بقول لك تجي لي البيت يا اسماعيل. بتكلمني بالغاز وكده يعني؟ للاسف. طب كويس، اديني جيت. تعالى بسرعه. انا اسف، اول مره اجي بيتك جيت وايدي فاضيه. مش وقته تبقى اصيل يا اسماعيل، ما انت طول عمرك واطي. ايوه صح. تعالى. الله! ايه ده الله، ده بيتك دي اوضتك ها؟ أيوة. الله، انا كان نفسي من زمان انام في فرشتك. قوم يلا قوم يلا، انت مش غسل رجليك، قوم. ليه الله عم عبد العزيز، انت بتقعد هنا ها؟ يا الله، انت بتاكل فين يا عم عبد العزيز؟ انت بتنام هنا؟ انام هنا ليه يا اسماعيل وانا خنفسه؟ لا ما اقصدش، بتنام يعني في المكان ده، وبتفكر فين يا عم عبد العزيز؟ بفكر هنا يا اسماعيل. الله يا حبيبي اقفل، انت بتشوف ايه؟ ركز معايا بقى، انا في خطر. ايه؟ خطر؟ خطر يعني ايه يا عم عبد العزيز؟ انا بقيت كاني محبوس في البيت يا اسماعيل، وعيشه ومنصور قاعدين هنا مش في امان خالص. ليه؟ احنا مش نفذنا كل مهمات الجاسوسيه الالمانيه؟ الجاسوسيه الالمانيه؟ اه يا اسماعيل، عملنا كل الجاسوسيه الالمانيه، بس انا ما اعرفش بيرازوني ليه، يمكن عشان خلاص خدوا غرضهم مني. عم عبد العزيز، يا اسماعيل عملت ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اذيت الالمان في ايه؟ ودول حد يعرف يأذيهم دول؟ ما هو يعني هيكون يمكن عشان انت يهودي وهم المان، في الموضوع ده مضايقهم؟ وانا قلت لك ان عايز غباوه؟ ليه؟ ما هم اللي قالوا لي اعمل يهودي. صح. ما هيكون الانجليز مش قادرين ينسوا اللي احنا عملناه معاهم، احنا بهدلناهم. بس وطي صوتك، هم مش قادرين ينسوا، هتزعق من هنا هتفكرهم وهم هناك. ما هيكون ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. المهم ان انا في خطر وكلنا في خطر، انتوا كمان لازم تاخدوا بالكم. احنا هناخد بالنا ليه يعني؟ احنا عملنا ايه يعني؟ هو مش انت بتقول ان انت الوحيد اللي هتتأذي؟ انت بتبيعني يا اسماعيل، وهنا في اوضتي وعلى فرشتي. امال ناخد بالنا من ايه يعني؟ من اي حاجه، خدوا بالكم وخلاص، خدوا بالكم احتياطي. اسمعني بقى، نعم. انا عايزكم دلوقتي، عايزكم تعملوا سقسوقه من غيري. احنا تتقطع ايدينا لو عملنا اي حاجه غلط من غيرك يا عم عبد العزيز. من غير تلزيق يا اسماعيل، امال ايه؟ نتكلم عادي. طب عايز ايه يعني؟ السقسوقه اننا نغتال وحيد. اوامر. يلا هنفذ. استنى، اوامر ايه؟ إيه؟ وانا كملت. طب انت مش محتاج تكمل، انت مش عايز تقتل وحيد وكده، اوامر يا ابني لا، مش هنقتله بجد، اغتيال كده وكده. هو لو حس انه في خطر هيزود حراسه على البيوت. عشان يزودوا حراسه على بيتك انت كمان. الله ينور عليك. انت مش ماشي. المهم افهمك تقول ايه للرجاله عشان ما حدش يزرجن معاه. لا انا مش هقول حاجه لحد، انا هختار وحيد لوحدي، ماليش دعوه. لا، هتختال وحيد مع اخواتك، عيب كده. لا مش كل